السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القوانص بطريقه سهله جدا. لو عندك شويه قوانص صغيرين، شوفوا ما شاء الله مطلع معايا كميه وفيره جدا. عايزه اقول لكم الطعم تحفه بجد وريحتها قلب الدنيا. طريقه سهله جدا، مكونات موجوده في كل بيت. ندخل مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي هنا ضفت في الصينيه بتاعتي معلقتين زيت زيتون، ورقتين لوري، قطعه قرفه. طبعا اللي انت حباه بقى حطيه في الوقت ده. عندي دي قوانص متقطعه كده، القوانص والقلوب مقطعه كده على اربعه، القوانص على اربعه. الطريقه سهله جدا وبسيطه، يا رب تعجبكم ان شاء الله. مش بنسيب الزيت بتاعنا يسخن قوي. حط كده. بس عايزه القوانص بتاعتي تاخد صدمه، وعايزاها تبقى مستويه كويس جدا. هسيبها بقى تتشوح شويه على النار ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. نبتدي نقلب القوانص بتاعتنا كده بالشكل ده. طبعا يا جماعه لازم نكون غسلينها كويس جدا جدا بملح وخل وليمون. انا بنقعها الصراحه في شويه ميه كمان بعد ما اغسلها واصفيها. بحط لها شويه ميه بجنزبيل فريش، بتغير ريحتها خالص وتخلي ريحتها حلوه جدا. وكده حبايب قلبي القوانص بتاعتي بدات تنزل ميتها كده، نسيبها تشربها ونسخن لها شويه ميه من لها في الكاتل كده، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. في المرحله دي حبايبي انا بحب اضيف رشه حبهان بودر كده بالشكل ده، رشه صغيره جدا بتديها ريحه حلوه جدا. وكده خلاص القوانص بتاعتي بدات تشرب الميه بتاعتها. انا غليت لها هنا شويه ميه كده بالشكل ده، حوالي نص كوبايه كده. بس اغطيها بقى واسيبها تكتمل سوا ونرجع نكملها مع بعض. وكده خلاص القوانص بتاعتي بدات تدخل ميه في السوا. نقطع لها بصل جوليان كده كبيره بالشكل ده، نضيفها عليها كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله كميه القوانص قليله جدا، ما شاء الله بتطلع معايا طبق كبير حلو جدا. انا شلت عود القرفه عشان ابني مش بيحب القرفه، شلتها من الاكل بعد بس اغطيها واسيبها شويه بقى. ونجيب كده الفلفل مقطعينه قطع صغيره. طبعا اي فلفل متواجد عندك، حراق بارد الوان زي ما انت حابه حطي. بس اسيبه يدبل معايا ثواني كده. نجهز الثوم بتاعنا، ندق فصين ثوم كده مع شويه ملح وشويه كير شويه كمون وكزبره ناشفه، ونرجع نضيفهم على بعض. ونضيف الثوم بتاعنا كده بالشكل ده، فصين الثوم اللي قلنا عليهم، شويه التوابل، اي توابل بتفضليها حطيها. شايفين كده خلاص اتنفخت معايا خالص ازاي، اتشربت ميتها كلها. الريحه بجد مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. طبعا بعد الثوم كمان بتدي ريحه حلوه جدا، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. انا عندي دول 3 طماطمات مقطعهم قطع صغيره كده كده بالشكل ده. بجد والله ريحه روعه. بس ما شاء الله كميه القوانص يعني كانت كميه قليله جدا، طلعت معايا كميه دقيق. بس هسيب القوانص مع الطماطم مع البصل كله يتشرب مع بعض، اغطيها ونرجع نشوف شكلها في النهايه نقدمها مع بعض. واخر حاجه معانا هنضيف هنا رشه كاري صغيره جدا ورشه فلفل اسود كده بالشكل ده. استوت خلاص معايا كده. بصوا شايفين ما شاء الله شكلها تحفه بجد، والصوص بتاعها جميل جدا جدا وطعمها تحفه فعلا. ودي كده حبايبي القوانص بتاعتي بعد ما خلصت كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طريقه سهله جدا وبسيطه، يا رب تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.